لكن النهارده كمان بيتكلم الاستاذ طلال سلمان في الشروق بقى برضو عن قمه التنازلات العربيه اللي هي قمه الولا حاجه. فبيقول الاستاذ طلال سلمان: قمه التنازلات العربيه في عمان، تحيه لترامب وعهده الميمون. بيقول: بعدما كانت احدى مهمات القمه توحيد الصف العربي ولو بخطى اضعافهم، صارت المهمه الوحيده تنظيم التنازل العربي منهجيا. سيكون إنجاز بيان التنازلات الجديدة في قمة عمان مكرسا لتعزيز موقف محمود عباس في لقائه المقرر مع الرئيس الأمريكي المحاصر عاطفيا وموضوعيا بالصهاينة وليس فقط باليهود. سنشهد فصلا جديدا لعله سيكون الأخطر من فصول التنازل عن الثوابت والبديهيات التي تجعل من فلسطين قضية مقدسة. سيكون العنوان إحياء المبادرة العربية، ولكن واقع العرب مختلف جدا اليوم عما كان عليه في بيروت عام 2002. إن 15 سنة من التنازلات وحروب الأخوة التي دمرت وتدمر بعض أخطر عواصم التاريخ في دنيا العرب، من بغداد إلى دمشق ومن طرابلس إلى صنعاء، التي عجز الغزاة عن دخولها على مر التاريخ. إن 15 سنة من التنازلات وحروب الأخوة ستصيب بأضرار فادحة العرب جميعا بعنوان قضيتهم المقدسة فلسطين. حماك الله يا فلسطين من القمم العربية وأهلها. حقيقة في غاية الروعة الأستاذ طلال سلمان في المقال ده، وزي ما قال بالظبط والله، يعني المقال ده مكتوب الصبح والبيان اتذاع بعد المقال ده ما اتنشر. قال هيرجعوا لقمة بيروت 2002 وهيقول لك إحياء المبادرة العربية، وهيقول لك، وهي في الآخر قمة تنازلات. السيسي رايح هو وعباس يقدموا فروض الولاء والطاعة لدونالد ترامب المحاصر عاطفيا ونفسيا وماليا من الصهاينة. القمة دي اشهدوا يا ناس هي قمة التنازلات العربية. القمة دي هينتج عنها في الآخر إن يروحوا يقدموا طلب تنازل مهين عن القضية الفلسطينية. القمة دي الراجل ده اللي هو أمين عام جامعة الدول العربية، الراجل ده بيقول الملفات الأساسية ليست في حوزتنا، والملفات الأساسية هي فلسطين، اليمن، سوريا، ليبيا. مش في إيدينا، بيقول مش في إيدينا. القمة دي اشهدوا إنها للتاريخ. هي قمة حاول الراجل ده أمير قطر إنه يقول لهم اسمعوا، بس هو بيقدم في مالطا، ما تخلوش الغرب يهاجم حضارتنا وهو عايش على القصة دي. احنا مش غلطانين. تعالوا اسمع قمة، اسمع، سيبك انا ماليش علاقة بالراجل ده بأمير قطر ولا بغيره. اقول لك بس اسمع كلمة أمير قطر النهاردة تدرس. انما كمان هي قمة صدقت فيها نبوءة ملك المغرب لما قال انها ولا حاجة. معلش يا محمود، اديني كده، اديني كلمة ملك المغرب تاني اللي قال فيها انها هيحصل فيها ايه في القمم. من 2005 ما حضرش. قال لك ولا اي حاجة، وهي قمة شكلية وهنقعد نعمل فيها ايه، ولا ليها اي لازمة. ده كان كلام ملك المغرب. انما حاول امير قطر اهو بيقول اهو امام غياب قرارات هامة ومبادرات ملموسة يمكن عرضها على قارة الدول، فإن هذه القمة ستكون مجرد مناسبة للمصادقة على توصيات عادية وإلقاء خطب تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين الدول العربية. إن العالم العربي يمر بمرحلة عصيبة، افتكر طلال سلمان، بل إنها ساعة الصدق والحقيقة التي لا يمكن فيها لقارة الدول العربية الاكتفاء بمجرد القيام مرة أخرى بالتشخيص المرير لواقع الانقسامات والخلافات التي يعيشها العالم العربي دون تقديم الإجابات الجماعية الحاسمة والحازمة لمواجهة هذا الوضع. في الملفات بقى اللي قال عليها الأمين النهاردة إنها مش في إيدينا. إيه بقى الملفات اللي اتكلم عليها ملك المغرب؟ في العراق أو اليمن أو سوريا التي تزداد تعقيدا بسبب كثرة الأخ. المغرب بيقول لا يريد أن تعقد قمة بين ظهرانيه دون أن تسهم في تقديم قيمة مضافة في سياق الدفاع عن قضية العرب والمسلمين الأولى، ألا وهي قضية الفلسطين والقدس الشريف. شكرا لجلالة ملك المغرب، شكرا للأمير قطر. أما الباقي بقى فأنتوا عارفين.
واحنا شلنا حاجات من الحلقه لانها حاجات تقفل البرنامج ده. شلنا حاجات كتير، خد اقول لك، شلنا حاجات والله، والمصحف ما كانت القناه دي تطلع بعدها. كنا عايزين نتكلم على ترامب ازاي قاعد هناك في البيت الابيض ماسك الريموت كنترول وبيحركهم. شلنا حاجات ممكن ترجع لكتاب اسمه العروش والجيوش بتاع هيكل من حوالي 20 سنه. بيتكلم على عروش اتأسست في المنطقه بفعل المخابرات البريطانيه ثم تسلمت الارث امريكا. مش انا اللي بقول كده، ده هيكل ومات. احنا عايزين القناه وعايزين نشتغل وعايزين نطلع كل يوم. انما بمناسبه القمه دي اللي هي قمه ولا حاجه، افكركم تاني بكلمه احمد مطر لما قال: امس اتصلت بالامل قلت له هل ممكن ان يخرج العطر لنا من الفسيخ والبصل؟ قال اجل. قلت وهل يمكن ان تشعل النار بالبلل؟ قال اجل. قلت وهل من حنظل يمكن تقطير العسل؟ قال اجل. قلت وهل يمكن وضع الارض في جيب زحل؟ قال نعم بلى اجل، فكل شيء محتمل. قلت اذن زعماءنا العرب سيشعرون يوما بالخجل؟ قال تعالى ابصق على وجهي اذا هذا حصل. هسيبكم الليله دي مع جزء معاد من حلقه الاربع اللي فات، الى كملوه وشوفوه عشان تعرفوا ان قمه 28 زي القمه 3 او القمه 2 اللي كانت في القاهره سنه 64 ولا حاجه. شوفوا الجزء انه جامعه الدول العربيه ماتت، مش من النهارده يعني، ده من زمان. لكن تعالوا نشوف الانفوجراف ده. لماذا ماتت جامعه الدول العربيه؟ اهو انفوجراف كامل اهو. لماذا ماتت جامعه الدول العربيه؟ الاستاذ رضوان زياده كاتب وباحث سوري بيقول في علم البيولوجيا العضو الذي لا يستخدم يضمر، ويبدو ذلك صحيحا في علم السياسه. الهيئه التي لا تلعب دورا حيويا في تنشيط النظام السياسي وتفعيله، وهذا ما حدث لجامعه الدول العربيه. أهم أسباب الانهيار أنه ليس للأنظمة السياسية العربية ذاتها الممثلة في هذه الأنظمة الإقليمية أي إيمان بدور هذه المؤسسة أو الحاجة ليها. وبيقول غابت جامعة الدول العربية عن لعب أي دور ولو على المستوى التوجيهي العام بعد الربيع العربي، مما ساعد في إفشال التحول الديمقراطي، بعكس الاتحاد الأوروبي اللي عمله مع ثورات أوروبا الشرقية. آخر أدوار الجامعة طلبها حماية المدنيين في ليبيا، وبعد ذلك انكفأت تماما، لم تعد تكترث بإصدار أي بيانات ذات معنى سياسي، فضلا عن غياب المبادرات لحل الأزمات المتراكبة في اليمن وسوريا والاحتلال الإسرائيلي. من المخزي حقا لنا نحن العرب أن تكون الجامعة أقدم عمرا من الأمم المتحدة نفسها ومن كل المؤسسات الإقليمية الأخرى كالاتحادين الأوروبي والإفريقي ومنظمة الأمريكتيين، ورغم ذلك لا تستطيع الخروج من أزمتها الهيكلية في إعادة بناء هياكلها وأسسها على معايير جديدة. الجامعة أصبحت تعبير مطلق عن اليأس العربي والفشل في بناء نظامهم السياسي. ده كلام ورأي الأستاذ رضوان زيادة وهو كاتب باحث سوري. والحقيقة بدأوا بحكاية العضو اللي ما بيستخدمش بيضمر، وزمان كانوا يقولوا ليه دراع الحداد قوية، لأنه بيستخدم دراعه طول الوقت بيدق على حاجات فدراعه قوي. وزمان كان في واحد صاحبنا دمه خفيف رحمة الله عليه يقول لك تخيل لو ربطت دراعك جنبك 30 سنة وفكيته مرة واحدة يحصل ايه؟ مات. ده رأي الأستاذ رضوان زيادة. خلينا ناخد رأي تاني. كان في مسرحية كتبها الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير اسمها تاجر البندقية. كان في شخصية في تاجر البندقية اسمه تشايلوك، كان تاجر يهودي وكان له فلوس عند واحد، حب ياخد فلوسه فما لقاش الفلوس بيقطع من لحمه. على فكرة لعب الدور ده أو الشخصية لعب الأستاذ حسين رياض على المسرح الله يرحمه، لعبه رائع. لكن أنا مش بتكلم على تشايلوك وعلى تاجر البندقية، لكن بتكلم الأستاذ وليد عبد الحي. الدكتور وليد عبد الحي خد الشخصية دي مع شخصية عربية مشهورة بالكرم اسمها حاتم الطائي. احنا عارفين حاتم الطائي والكرم الحاتمي.
الاستاذ وليد او الدكتور وليد عمل عنوان اسمه تشايلوك في ضيافه حاتم الطائي. نشوف كده في الانفوجراف ده، بيقول التقييم الاستراتيجي الاسرائيلي للعالم العربي يقوم على فكره محدده. هي ايه بقى الفكره؟ عدم الثقه باي شكل من الاشكال في اي اتفاقات مع العرب. الثقه الاسرائيليه لا تكتمل الا من خلال منع التطور العربي والعمل وبشكل دائم على اختراق الجسد العربي. العقل الصهيوني يقوم على فكرة محددة، هي أن العرب قبلوا السلام لأنهم ضعفاء، فإذا استشعروا القوة في أي وقت مستقبلا فإنهم سيعودون للصراع. يعني العرب قبلوا أنهم يتصالحوا معاك لأنهم ضعفاء. إذا العرب، على فكرة الصورة اللي جنبكم دي صورة الأخ سامح شكري وأبو مازن في جنازة واحد من الزعماء الصهاينة باراك تقريبا، اسمه ايه ده، شارون. بص كان بيعيط ومتأثر جدا، وابو مازن متأثر اكتر انهم اصدقاء يعني. قصدي انا اسف بريز، بيقولوا لا مش بريز، لا بريز لا ده بريز، شيمون بريز، ايوه شيمون بريز. هي جنازة يعني في الاخر، فهم زينا على شيمون بريز. بس ابو مازن مش قادر يرفع راسه، وسامح شكري بتاع مصر الحقيقة مش قادر، المرحوم يعني كان عشرة. المهم هو بيقول لك الدكتور وليد ان الصهاينة العقل الصهيوني قايم على فكرة ان العرب لا يمكن يجوا لك في سلام او علاقه الا اذا كانوا ضعفاء، وبالتالي لابد انك تعمل كصهيوني على انك تخليهم ضعفاء، لانهم لو قووا هتبقى مشكله. والنموذج العملي في سلوك اسرائيل الامني مع اسرائيل مع مصر بعد اتفاق السلام بين الطرفين. بيقول خلال الفتره من سنه 90 لسنه 2011 تم الكشف عن 31 شبكه تجسس اسرائيليه تعمل في مصر. الشبكة دي كانت بتضم 69 جاسوس بيعملوا في نطاق جمع المعلومات الأمنية والعسكرية والاقتصادية. الشبكة جندت خبراء مصريين من خلال الغطاء الأكاديمي الذي يرعاه المركز الأكاديمي الإسرائيلي في القاهرة، وبعضهم متخصص في إثارة القضايا الطائفية، النوبة، الأقباء، المهم يعني يصير أي قضية طائفية. شبكات تزوير العملة 80% منها لها صلات بجهاز المخابرات الإسرائيلي. بيقول يتم الكشف عن 139 قضية مخدرات سنويا ترتبط بشبكات إسرائيلية، منهم إبراهيم شامير نائب رئيس أو نائب مدير المركز الأكاديمي الإسرائيلي في القاهرة اللي تم القبض عليه في أحد هذه الشبكات. نائب مدير المركز الأكاديمي في الإسرائيلي في القاهرة اتقبض عليه في شبكة تجارة مخدرات في مصر. الحركة الصهيونية ليست سوى نموذج لتشايلوك زي ما وصفه شكسبير. مهما تتنازل القيادات العربية لهم وتبدو في كرم حاتم الطائي فلن يطمئنوا لكم إلا إذا وقعتم على تجريد لحمكم. بيقول إنهم يرسلون الجواسيس للجزائر البعيدة ويمنعون لبنان القريب من استخراج نفطه. إنهم يتجسسون ويخربون مجتمعات من عقد الصلح معهم، وينبشون في سجلات الأقليات العربية لتحريكها، ولن يثقوا بكم حتى لو شاركوكم أسرة نومكم. ده الأستاذ الدكتور وليد عبد الحي. أنا معايا دلوقتي الدكتور فايز أبو شمالة عضو المجلس الوطني الفلسطيني والمحلل السياسي الفلسطيني. دكتور فايز صباح الخير يا فندم أو مساء الخير. صباح الخير لكم ولمشاهدي فضائية مكملين. تحياتنا لفلسطين وللمجلس الوطني الفلسطيني ولحضرتك. دكتور فايز، كان عندي سؤال بمناسبة انعقاد القمة العربية في الأردن. ما هو دور القمة العربية في القضية الفلسطينية، وهل كان لها دور فعال إلى هذه الدرجة أم كان دورها غائب؟ حتى هذه اللحظة لم تنجح القمم العربية في الخروج بأي موقف قادر على أن يؤثر على القرارات الإسرائيلية أو قادر أن يغير من المفهوم الإسرائيلي للسيطرة على الأرض الفلسطينية. مجرد بيانات تذكر عن قمم عربية وعن اجتماع وزراء خارجية العرب لا حضور لها على أرض الواقع ولا قوة تأثير. واستشهدوا بمؤتمر قمة العرب سنة 2002 والذي اتخذ مبادرة سلام عربية تنازل فيها عن الأرض الفلسطينية من خلال فكرة تبادل الأراضي، ولكن إسرائيل ضربت عرض الحائط حتى بهذا التنازل. وآخر شيء مؤتمر القمة بعد أيام وبشرنا
امين عام جامعه الدول العربيه السيد احمد ابو الغيط بان القياده الفلسطينيه تقدم مزيد من التنازلات او مشروع جديد فلسطيني للحلول مع الاسرائيليين. اذا ملخص حديثي عن المؤتمرات القمم العربيه واجتماع وزراء خارجيه العرب تسهيل او تيسير الاحتلال الاسرائيلي للارض العربيه دون ان يتخذ خطوه مقاومه واحده مؤثره على القرارات الاسرائيليه. طيب دكتور فايز، عندي سؤال الحقيقه يهم المصريين ويهم الفلسطينيين. السؤال ان ابو الغيط اللي هو عميد عام جامعه الدول العربيه اكد ان السلطه الفلسطينيه هتطرح مشروع جديد في القمه العربيه اللي حضرتك اتكلمت عليه من شويه ده، يتضمن اعاده صياغه الافكار او بعض الافكار ضمن خطه تسويه. انا لحد دلوقتي مفيش مشاكل، انما المشكله ان اللي هيحمل المشروع ده الى وعرضه وينقله الى واشنطن هو عبد الفتاح السيسي. فكيف ترى المشروع وحامل المشروع الى واشنطن؟ المشروع اولا هو مشروع تنازلي قبل ان يظهر بالعلن. دليلي على ذلك جمله مشاريع اسرائيليه طرحت بالاشهر الاخيره تقوم على اما الضم واما ترحيل سكان فلسطينيين 48 واما اقامه ميناء في غزه ودوله سيناء واما فيدراليه كما طرحها شاحف احدى قاده الموساد الاسرائيلي. بالتالي هذا التطرف الاسرائيلي يواجه بتنازل عربي. بالتالي هذا المشروع الذي التقى عليه السيسي وابو مازن في القاهره قبل ايام هو مشروع يتراجع للخلف خطوه سيحمله السيسي ومدعوم من محمود عباس بتكليف من المؤتمر القمه العربي كي يطرح على ترامب. اليوم نتنياهو كان رده سريع وكان رده واضح، قال ترامب والإدارة الأمريكية وافقت لنا على التوسع الاستيطاني في الكتل الاستيطانية وأقر حوالي 27 مليون شيكل دعم لهذه المستوطنات. إذن المشروع وحامل المشروع والذي سيوافق على المشروع جميعهم يتقرب ويتذلل إلى الإسرائيليين كي يحقق فقط فكرة المفاوضات. أنا أقدر أن هذا المشروع هو موافقة فلسطينية على الحل الإقليمي، الحل الإقليمي الذي التقى من أجله السيسي والملك عبد الله وكيري ونتنياهو في شهر شباط من العام الماضي في مؤتمر قمة العقبة، وقد اشترط نتنياهو عدم حضور محمود عباس كي لا يكون الحل فلسطيني إسرائيلي وإنما الحل عربي إسرائيلي، والقضية الفلسطينية جزء من هذا الحل. هذا ما يحمله السيسي إلى ترامب، وأظن أن هذه الفكرة روجها ترامب نفسه من خلال مبعوثه جيسي جرينبلاند قبل أيام عندما قال لن نعود ثانية إلى مفاوضات فلسطينية إسرائيلية وإنما مفاوضات عربية إسرائيلية ومن ضمنها الوفد الفلسطيني. طيب دكتور فايز، معلش بس اللي حضرتك بتقوله ده خطير في شيء. إذا كان في مشروع دلوقتي اتعمل في قمة العقبة وحضرتك ذكرته وهياخدوا السيسي دلوقتي إلى واشنطن إلى دونالد ترامب، ده معناه إنه هيلغي تماما المبادرة العربية اللي حصلت قبل كده وما نتج عن المبادرة العربية، وبالتالي ممكن يغضب بعض الأشقاء العرب اللي شاركوا في المبادرة العربية. في تقديري طالما سيجتمعون ويلتقون سيتفقون، ولا سيما ان المبادره العربيه كانت فكره اتت من قبل مبعوثين يعني يخدمون او يقدمون خدمه للمشاريع الاسرائيليه، وطرحت من قبل السعوديه وحظيت بموافقه الدول العربيه. هي خطوه تراجعيه. اذا لما اسرائيل رفضت هذه الخطوه ما المانع لدى ملوك ورؤساء العرب ان يتراجعوا الى الخلف خطوه اخرى كي يقنعوا اسرائيل او يغروا اسرائيل لان تقبل التفاوض معهم؟ انا اقول لك ان اسرائيل تقبل التفاوض من اجل التفاوض، وقد حدد نتنياهو شروطه: الامن من النهر الى البحر لاسرائيل، دوله فلسطينيه منقوصه، ضم الكتله الاستيطانيه. هذا التصور العام لدى اسرائيل، محل اقليمي. لكن هذه الامور غير قابله للتطبيق وغير عمليه في تطبيقها، ولا سيما
أن الأمر يتعلق بمؤتمر أو لقاء إقليمي يتم الترتيب له، هذا المؤتمر أو هذا اللقاء أنا في تقديري أقرب إلى خارطة الطريق التي طرحتها أمريكا في زمن الرئيس بوش سنة 2003 كتمهيد أو مقدمة لاحتلال العراق وتدمير العراق. نحن الآن أمام تدخل قوات أمريكية في المنطقة تحتاج إلى خارطة طريق جديدة، لذلك يحمل السيسي معه إلى القاهرة خطوة تراجعية من خلال موافقة العرب على ما قبلت به إسرائيل من مؤتمر إقليمي. سؤال أخير دكتور فايز، لو حتى بنعم أو لا، الحكام العرب بيكرروا دائما أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى لدى العرب. هل لا زالت قضية فلسطين فعلا هي القضية الأولى لدى الحكام العرب أو لدى الشعوب العربية؟ لدى الشعوب العربية نعم، تشكل محور لقاء وتشكل وجدان نابض لكل الشعوب العربية والأمة العربية، لكن تبين وفق 60 أو 70 عام من المجازر والمذابح والتشريد للفلسطيني والسلب للأرض الفلسطينية أن القضية الفلسطينية ليست هي محور ارتكاز الأنظمة العربية، وإنما محور اتجار ومحور تسويق بضاعة ومحور حكم داخلي وسيطرة داخلية على الشعوب العربية من خلال الارتكاز على القضية الفلسطينية، إنما حقيقة لا تمثل شيئا جوهريا لقادة الأنظمة العربية. دكتور فايز أبو شمالة، عضو المجلس الوطني الفلسطيني والمحلل السياسي، بشكرك جدا من فلسطين المحتلة. بس الدكتور فايز أبو شمالة قال كلام مهم جدا، ان اللعبة اللي احنا قلناها دي هو الطبخ، مشروع الطبخ في العقبة بحضور السيسي والأردن ونتنياهو، ثم أبو مازن جه مصر مضى عليه، وهينتج عنه يروح ياخدوا السيسي ويوديه لترامب. يعني الموضوع خطير جدا جدا جدا. طيب، من فلسطين المحتلة إلى ليبيا. من ليبيا الأستاذ عبد السلام الراجحي، مدير مركز استرلاب للدراسات. أستاذ عبد السلام، مساء الخير يا فندم. مساء الأنوار. أستاذ عبد السلام، كل عام وحضرتك بخير بمناسبة انعقاد القمة العربية في الأردن. كل سنة وانتم طيبين. حقيقة حتى أكون لك صادق، يعني الوضع في ليبيا وحتى المواطن الليبي لا يهتم كثيرا بهذا الاجتماع حقيقة. يعني حتى البعض يعني لا يعلم أن هناك اجتماع بالغد. الشعب الليبي ملوش دعوه بالقصه. ما هو في مصر على فكره يا استاذ عبد السلام، انت لو سالت اي شاب في مصر في اسكندريه الناس في مصر متكعبله في اكل العيش ولا ليها علاقه بالقصه دي برضو. لكن خلينا اسالك يا استاذ عبد السلام، ماذا فعلت جامعه الدول العربيه لليبيا والحفتر وللمجلس حكومه الوفاق والى اخره؟ هل كان لها دور جامعه الدول العربيه يا فندم؟ هو من بدايه الثوره الليبيه جامعه الدول العربيه تخلت عن ليبيا والليبيين بأن حولت الملف القضية لمجلس الأمن بعد طلب، طبعا اللي كان طلب من مجلس التعاون دول التعاون الخليجي، طلبت بالانعقاد لجامعة الدول العربية، فاجتمعت الدول العربية بخصوص ليبيا في فبراير 2011. جامعة الدول العربية عاجزة أن تقوم بشيء بالنسبة لليبيا، توقف جرائم معمر القذافي في ذلك الوقت، فحولت القضية لمجلس الأمن. من ذلك الوقت يعني جامعة الدول العربية ليس لها دور يذكر في حقيقة في ليبيا. يعني حتى المبعوث الخاص الجديد جامعة الدول العربية إلى ليبيا يعني شخصية عليها خلاف، لأن الرجل كان سفير بن علي في طرابلس، والحقيقة أنه شخص يعني محسوب على الخليج العربي الأنظمة السابقة. طيب بقول لك يا أستاذ عبد السلام، معلش يعني نعم. احنا أشقاء وجيران يعني. هو حضرتك يمكن متابع أكتر مني، هل القمة اللي هتعقد في الأردن خلال الأيام القليلة القادمة هل هيبقى فيها الملف الليبي مثلا؟ هل عند حضرتك معلومة أن هيطرحوا موضوع ليبيا في القمة دي؟ لا أعتقد أنه حيكون طرح، لأن الحقيقة حتى نكون صادق أستاذ محمد، وهنا أتكلم عن الأنظمة لا أتكلم عن الشعوب. الدول المغرب العربي وبالذات في ليبيا يرى أن جامعة الدول العربية وأمينها العام هو إعادة تدوير في الخارجية المصرية. يعني الخارجية المصرية كل وزير يتم إقالته، وزير خارجية. مين اللي هيروح يا فندم؟ مين اللي هيروح لليبيا؟ مين اللي هيمثل ليبيا في القمة اللي قادمة في الأردن؟ في الأغلب هو حيكون رئيس
مجلس رئاسي لحكومه الوفاق الوطني اللي هو مين يا فندم؟ الاسم فايز سراج. مين؟ فايز سراج. يعني السيد فايز سراج هو اللي هيمثل. حضرتك بتقول في الاغلب لسه ما تعرفش. هو اذا كان مش حاضر فايز سراج حيكون احد نوابه، لكن اعتقد في الاغلب كما حدث في القمه السابقه في موريتانيا انه شارك السيد فايز سراج. السيد عبد السلام. لان جامعه الدول العربيه بعد قرار مجلس الامن بخصوص ليبيا، أيوه. بعد اعتماد اتفاق الصخيرات اصبح الممثل للشعب الليبي أيوه. في الخارج وفي المحافل الدوليه العربيه والاقليميه والدوليه اللي هو مجلس الرئاسي لحكومه الوفاق. طيب انا ليا طلب عندك يا استاذ عبد السلام، انك تسلم لي على اهل ليبيا كلهم. الله يكرمك. استاذ عبد السلام الراجحي مدير مركز. لا بس انا هقول حاجه استاذ. اتفضل. برنامج يتفرجوا عليه. اتفضل. ان كثير من الاخوه في مصر كان عندهم باب رزق في ليبيا. يعني كان عندهم ايه؟ يعني اكثر من 1.5 مليون بيت مفتوح كانوا يشتغلوا في ليبيا. طبعا. كانوا معززين مكرمين حقيقه. طبعا. ولم يتاثر هذا الشيء يعني خلال عشرات السنوات. طبعا. لكن التدخل السلبي الذي يقوم به النظام المصري، ولا نقول النظام وليس الشعب، بدعمه لقوات الانقلاب خليفه حفتر بالسلاح وبالخبرات. وهو الحقيقه السيسي يعني اشار ذلك بوضوح في لقائه في التلفزيون البرتغالي عندما قال نحن ندعم حفتر وندعم بشار. يعني استاذ عبد السلام، الان الفوضى في ليبيا خسر اكثر من 1.5 مليون مواطن مصري او عائله مصريه رزق كان ياتيهم من ليبيا، لان المصريين الان طبعا الوضع الامني غير جيد، وفي نفس الوقت الان حقيقه في نوع من الغضب تجاه النظام المصري سبب في هذا الغضب اتجاه المواطن المصري في ليبيا. طيب انا بقى هنقف هنا بالله عليك يا عبد السلام، بينا نقف هنا. خليني اقف لك دلوقتي اعتذر للشعب الليبي عن الجرائم اللي ارتكبها نظام عبد الفتاح السيسي في حق ليبيا. انا اقر محمد بالنيابه عن حتى اسره البرنامج واسره قناه مكملين بنعتذر للشعب الليبي عن كل جريمه صغيره او كبيره ارتكبها نظام عبد الفتاح السيسي في حق الشعب الليبي، ونعتذر عن جريمه كبرى هي وقوفه الى جانب المجرم حفتر. فانا بعتذر لحضرتك، فارجوك انقل اعتذاري انا شخصيا واسره البرنامج واسره القناه للشعب الليبي عن ممارسات عبد الفتاح السيسي. وانا ايضا اعتذر اذا كان في حدثت اي يعني تجاوزات مع اي مواطن مصري مقيم في ليبيا او عامل في ليبيا، لان الحقيقه انا من اسبوع شفت تقريبا عبر قناتكم ان قوات حفتر اعتقلت وعذبت مجموعه من الاخوه المصريين. ايوه. واذا كان شفت الفيديو يعني حتى شفت عبر قناتكم العزيزه الحقيقه وانا احد متابعيها. اذا كان مش في التلفزيون احيانا مقاطع الفيديو على اليوتيوب. ايوه. فانا اعتقد ان كثير منهم اذاهم النظام الانقلابيين في او الميليشيات حفتر في المنطقه الشرقيه. ايوه. يعني الاخبار هناك تشير ان لا انتوا شعب طيب جدا يا استاذ عبد السلام ومحترم جدا، وزي ما حضرتك قلت وبتؤكد ودي حقيقه تاريخيه، كانت ليبيا هي مصدر رزق لكثير جدا لملايين مش عشرات. الاحصائيات تقول 1.5 مليون مواطن طبعا مصري طبعا يعني عامل، يعني هذا 1.5 مليون بيت في مصر. طبعا. الاستاذ عبد السلام الراجحي مدير مركز استرلاب للدراسات، بشكرك جدا وتحياتي واعتذاري للشعب الليبي. خلوني اخذ كمان على التليفون من القاهره سياده السفير سكايب سياده السفير دكتور عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجيه الاسبق. سياده السفير صباح الخير بالقاهره. صباح النور، اهلا وسهلا. سياده السفير خليني اشوف مع حضرتك، كان معايا دلوقتي الاستاذ عبد السلام الراجحي مدير مركز استرلاب، فاحنا افتكرنا كده سريعا الخناقه اللي حصلت بين مبارك والقذافي في القمه العربيه بالقاهره سنه 90. الحقيقه بعتذر طبعا عن الماده الخام بتاع الفيلم، كانت سيئه، لكن كان واضح حسني مبارك في مشاده مع العقيد الراحل معمر القذافي في قمه القاهره اللي عقدت بالقاهره ابان حرب الخليج الاولى سنه 90. انا سياده السفير عبد الله، حضرتك كنت وقتها في الخارجيه المصريه مش كده يا فندم؟ طبعا. ايه كانت الخلفيات بتاع الخناقه دي يا فندم؟ كان في خلاف حول صياغه القرار، قرار الخليج العراق يحتل الكويت. كان الكلام ده كان يوم 10 اغسطس سنه 1990. ايوه. لكن كان سبقه اجتماع لوزراء الخارجيه العرب في سميراميس يوم 2 اغسطس يوم الخميس. في هذا الاجتماع هو كان في اصلا اجتماع ال 19 بمؤتمر وزراء الدول الاسلاميه
ولكن لما حدث الغزو العراقي الكويت ألغوا الاجتماع وانضموا إلى العرب في الجامعة العربية في سمير رميز. مجلس الأمن لم يتمكن من إصدار قراره الأول إلا الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، وهو القرار الأول 661 الذي اعتبر أن العراق احتل الكويت، وطالب العراق بالانسحاب الفوري من الكويت بلا قيد وشرط والدخول في مفاوضات بين الطرفين. القرار القمة بقى في 10 أغسطس كان يقرر مبدأ الدفاع المشترك، وأن من حق الدول الخليجية أن تطلب من الولايات المتحدة أن تدافع عنها ضد العراق وضد الغزو العراقي الكويت. والحقيقة هذا القرار فيه مرارة كبيرة جدا، لأنه من ناحية العراق احتل الكويت فعلا وكان ذلك حقا وصدقا، وبالتالي بسبب فراغ القوة الذي تركته مصر منذ عام 79. لعلنا نذكر أنه عندما ادعى عبد الكريم قاسم في عام 61 أن الكويت جزء من العراق وأنها المحافظة رقم 19 كما قال صدام بعد ذلك، كانت مصر في قوتها في ذلك الوقت وأرسلت قوات تابعة للجامعة العربية، لأن الكويت كان قد طلب حماية بريطانيا وكان قد خرج لتوه من مفاوضات لانسحاب بريطانيا، وبالتالي كان هناك وجود عربي يستطيع أن يمنع الطرف المعتدي. لكن في عام 90 كانت مصر قد انسحبت تماما من الساحة العربية وأصبحت قوة مهملة تماما، ثم أصبحت مصر في الواقع هي ملعب للعرب جميعا وللدول الأخرى، ولم تعد رقما في المعادلات الإقليمية. طيب سيادة السفير، خلينا بقى يعني كنت بسأل لأن بعض الناس قالوا إنه حصلت مهاترات في القمة دي وضربوا بعض بالأطباق وبتاع، كان في كلام تواتر بالمعنى ده يعني، لكن ما علينا. سيادة السفير، الفقرة دي عنوانها جامعة الدول العربية من حلم الوحدة إلى السلام الدافئ مع الصهاينة. هل حضرتك تتفق معانا في إنه تدهورت جامعة الدول العربية من حلم الوحدة إلى أنها وصلت إلى حلم السلام الدافئ مع الصهاينة يا فندم؟ الجامعة العربية بدأت أصلا لكي تواجه المشروع الصهيوني. لا لحظة سيادة السفير، لحظة، الجامعة العربية بدأت أصلا لكي تؤيد المشروع الصهيوني؟ لا، لكي تقف ضد المشروع الصهيوني. أصلا أنا فاكر إنها دعوة من أنتوني إيدن وزير خارجية بريطانيا، مش كانت كده يا فندم؟ نعم. النشأة التاريخية، دعنا نشير إلى أنه النشأة التاريخية كان اقتراح من إيدن بتجميع العرب في سلة واحدة حتى إذا انتهت الحرب يمكن التخاطب معهم ككتلة واحدة. تمام. ولكن مصر في ذلك الوقت وأيام النحاس باشا كانت تريد فعلا أن يكون هناك يعني قيادة عربية بقيادة مصر. وفعلا في عام 44 في أكتوبر 44 بدأوا محادثات الإسكندرية ووضعوا البروتوكول الذي على أساسه تم وضع ميثاق الجامعة العربية في 21 مارس 1945. تمام. الجامعة العربية نشأت لكي يكون هناك دبلوماسية عربية جاهزة. عندما حدث التقسيم وكان هناك مناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثبت أن الجامعة العربية كانت مفيدة في هذه الفترة، لأن 7 دول هي التي أنشأت الجامعة العربية في ذلك الوقت، وهذه ال7 دول هي التي عملت لكي توقف قرار التقسيم رقم 181 في الجمعية العامة. وكان هناك بذور لدبلوماسية عربية يمكن أن توقف هذا. وبعدين بعد كده عندما أعلنت إسرائيل قيامها يوم الجمعة 14 مايو 1948، مصر في يوم السبت 15 مايو اختارت مجلس الأمن بمذكرة من النقراشي باشا رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وبالمناسبة النقراشي باشا حضر مناقشات الجمعية العامة في عام 47 وقال بالحرف الواحد أن هذا النبت الجديد المسمى إسرائيل التي ستزرع في المنطقة هي زرع شيطاني وسرطاني، ولا أحذر العرب جميعا من أن هذا السرطان سوف يفتك بالجسد العربي. الجسد العربي ظل متماسكا ولكن لم يكن جادا في مواجهة هذا المشروع،
ولم يتبين أيضا الأرضية المختلفة التي يتحرك عليها المشروع، لأن المشروع سار بطريقة منظمة جدا وبطريقة مخططة، وتمكن في مرحلة لاحقة كما قالت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل من أن يتخلل الحكام العرب وأن يداعبهم وأن يضعف أيضا القوى العربية المختلفة. ولذلك فإن ثورات العرب في عام 2011 كانت هي الناقوس الخطر بالنسبة لإسرائيل، ولذلك إسرائيل تدخلت بشكل مباشر لكي تؤيد إحباط هذه الثورات كل على طريقته. طيب يعني حضرتك معانا يا سيادة السفير، حضرتك متفق معانا إنه الجامعة العربية بدأت بحلم الوحدة العربية أو الوحدة العربية إلى السلام الدافئ مع الصهاينة. نعم، ورغم ذلك الجامعة العربية هوجمت من جانب القوميين العرب في ذلك الوقت، لأنهم رأوا أن الجامعة العربية يمكن أن تكون ناديا للحكام العرب ليحبطوا حلم الوحدة العربية، وكان أمل الشعوب أن تكون منعكسة وأن تكون ممثلة في قرارات الجامعة وفي عمل الجامعة. سيد سفير عبد الله، متى بدأ انهيار جامعة الدول العربية؟ يعني أنا عندي أرقام كده وتواريخ الحقيقة مفجعة، يعني خلينا نحط السادة المشاهدين، حضرتك أستاذنا في قصة تاريخ الجامعة ومراحلها المختلفة، لكن واحد زي حالاتي على باب الله، فلما بقف قدام حاجات بالتواريخ بندهش جدا. يعني مثلا سيد سفير، في قمة 1946 مجلس الجامعة وافق على إنشاء اتحاد البريد العربي. الحقيقة ما سمعناش عنه تاني، أنا يعني على الأقل. في قمة اللي عقدت بتاريخ 13/4 سنة 50 مجلس جامعة الدول وافق على اتفاقية نص معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، ما سمعناش عنها خالص. في قمة اللي عقدت بتاريخ مثلا 9/9 سنة 53 إقرار اتفاقية الإنشاء العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية، ما اعرفش عنها حاجة، ده احنا لحد دلوقتي في الخمسينات يا فندم. في 5/4/1954 مجلس الجامعة وافق على قرار رهيب جدا وعظيم اسمه الجنسية، اتفاق الجنسية، التي تنظم التعاون في شأن الجنسية وتحديدا تعريف لمفهوم المواطن العربي. الكلام ده في 54 يا فندم، ولم ينفذ حتى الآن. أنا لسه هكمل مع حضرتك، يعني سيبك بقى من الوحدة الجمركية. في قمة عقدت بتاريخ 3/6/1957 المجلس الاقتصادي يوافق أو يصادق على اتفاقية الوحدة الاقتصادية فيما بين الدول الأعضاء. ده كل ده في 57 لحد 57، ولم نرى شيء حتى هذه اللحظة من 72 سنة. تعليق حضرتك يا فندم، متى انهارت الجامعة؟ الجامعة العربية في الواقع نشأت على أكتاف مصر، ولما كانت مصر في هذه المرحلة كانت تحاول أن تساعد الدول الخليجية وغيرها على وغرب المنطقة العربية، يعني في المغرب العربي، على اشترك جمال عبد الناصر مع الاستعمار البريطاني في الخليج ومع الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي. ولذلك الجامعة العربية كانت تعتبر امتدادا لوزارة الخارجية المصرية، وهذا أدى بسبب سيطرة الدول الاستعمارية الكبيرة على بعض الدول العربية الأخرى، أنه حصل فيه صراع بين مصر وبين هذه الدول، لدرجة أن مصر قطعت معها العلاقات من معظم الدول العربية. ولهذا السبب أنشأوا منصب المندوب الدائم المستقل للجامعة العربية بعيدا عن العلاقة الثنائية مع مصر. فهذه المرحلة شهدت انقطاع العلاقات. الجامعة العربية في الواقع كان هناك طموح كبير، ولكن هذا الطموح لم يسنده أبدا إرادة. أنا سألتك يا فندم سيد سفير، بسأل حضرتك متى تم أو متى بدأ انهيار جامعة الدول العربية، إذا كانت من الخمسينيات لم ولا اتفاقية وقعت عليها الجامعة تم تنفيذها؟ هو الانهيار بدأ بعد 67 بشكل رسمي. 67 الحقيقة كانت ضربة قاصمة لفكرة العروبة وفكرة العالم العربي نفسه. بعد 67 يعني وأنا يعني يا فندم قرار عبد الناصر بأنه هناك قوات مصرية تتحرك ضد الإمام يحيى في اليمن كان قرار بموافقة جامعة الدول العربية؟ لا، أنا أعتقد أن مصر يعني عندما قامت فيها حركة الجيش في 23 يوليو
والتي سماها جمال عبد الناصر فيما بعدها بسنتين ثورة، ولم يجرؤ على تسميتها ثورة في ذلك الوقت، وكانت تسمى حركة الجيش ثم سماها الحركة المباركة. ايوه. هذا الموقف في الواقع أدى إلى أن مصر نجحت نجاحا باهرا في نشر الانقلابات العسكرية في العالم العربي، وده كان أكبر مقوض للجامعة العربية، ولذلك انهارت الجامعة العربية مع انهيار مصر في عام يعني حضرتك بتقول كده نصا يا سيد سفير ان حركة الانقلاب الجيش في مصر 52 هي كانت عامل من عوامل انهيار جامعة الدول العربية، ده صحيح؟ كانت أساسا مقصودة لكي لا تقوم لمصر قائمة ما دام الحكم العسكري في مصر، لكن مطلقا ان تقوم لمصر او الجامعه العربيه قائمه. تمام، خليك معايا يا سياده سفير، انا راجع لحضرتك بس خليك معايا يا فندم. معايا الاستاذ مختار الرحبي السكرتير الصحفي السابق للرئاسه اليمنيه ومستشار وزير الاعلام اليمني. سيد مختار، مساء الخير يا فندم. انا اسف طولت على السيد مختار الرحبي، يمكن فقدنا الاتصال الى ان يعود مره اخرى السيد مختار. اذا سيد سفير، ده تصريح خطير جدا اللي حضرتك قلته من شويه، انه فتحت انقلاب يوليو شهيه الانظمه العربيه بانقلابات اللي بعد كانت عامل من عوامل انهيار او بدء انهيار جامعه الدول العربيه، لكن هذا الانهيار حضرتك حددته تاريخيا بهزيمه 67، مظبوط يا فندم؟ ده صحيح. اشمعنى 67؟ 67 كانت اولا كان في يعني تعفن في داخل الإدارة المصرية، وقد رأينا وانت عرضت حضرتك منذ قليل كيف أن المخابرات المصرية كانت يعني تستعمل النساء والفنانات في إرضاء بعض الحكام العرب، وهذا لا يليق مطلقا بدولة تريد أن تكون زعيمة في الأخلاق أولا قبل أن تكون في ذلك. فأنا أعتقد أن انتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام القانون وعدم وجود نظام ديمقراطي وانفراد بالسلطة وغيرها، حتى أن القرارات السياسية كانت أوامر عسكرية والمعلومة نفسها تعطى في صورة أمر، ولذلك كان طبيعيا أن تنهار مصر في عام 67 انهيارا عسكريا وسياسيا ونفسيا، وفعلا مصر لم تقم لها قائمة منذ عام 67. طيب سيادة سفير، في القمة القادمة اللي هي في الأردن في أحاديث متواترة حوالين أنه هيتم تشكيل ناتو عربي لمحاربة إيران، والناتو تشكيله من مصر والأردن وإسرائيل هتنضم ليه فيما بعدها كمان هتنضم السعودية والإمارات. هل وصل لحضرتك الخبر ده؟ بس أستسمحك يعني رجاء أخذ السيد مختار الرحبي السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية ومستشار وزير الإعلام اليمني. سيد مختار، مساء الخير. سيد مختار، اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين.